ان شاء الله في الفيديو ده هتكلم عن الجافا سكريبت بيشتغل ازاي، وده هيساعدك انك تفهم الكود بتاعك بشكل احسن. ان في الغالب لما انت بتطلب حاجة من الجافا سكريبت عشان يعملها وتلاقي عمل حاجة مش اللي انت متوقعها منه، ده بيكون غالبا علشان انت وجافا سكريبت مش بتفكروا بنفس الطريقة. كمان فهمك طريقة عمل الجافا سكريبت هتخليك تحل المشاكل اللي بتقابلك بشكل اسرع. فده اللي ان شاء الله هنحاول نعمله في الفيديو ده. دلوقتي قبل ما نبتدي نعرف الجافا سكريبت بيشتغل ازاي، في كم مصطلح محتاجين نتعرف عليهم الاول. اول مصطلح فيهم هي حاجة اسمها الستاك. الستاك ده هو مكان معين في الميموري او الذاكرة، ممكن تفكر فيه كأنه حاجة شبه الاري. الاري ده ينفع تضيف له حاجة من الاول من الاخر في النص، ممكن تحذف من الاول ممكن تحذف من الاخر وهكذا. كويس. لكن فرق الستاك عن الاري انك اي حاجه تضيفها لازم تضاف من الاخر، ما ينفعش تضيف في الاول وما ينفعش تضيف في النص. كويس، يعني لازم اضيف من الاخر. اي مثلا لو انا عايز اضيف عنصر كمان لازم اضيفه من الاخر. كويس. طب ماذا لو ان انا عايز احذف من الستاك؟ ما ينفعش الا ان انا احذف من الاخر. يعني مثلا ما ينفعش احذف العنصر رقم 2 او احذف العنصر رقم 1، لازم احذف العنصر رقم 3 الاول. تمام، وبعد كده احذف العنصر رقم 2، وبعد كده احذف العنصر رقم 1. كويس. دي طريقة عمل الستاك. كويس. على الناحية التانية بقى في حاجة اسمها الكيو. الكيو ده اي ما تيجي تضيف لازم تضيف من الاخر، هو شبه الاري برضك، لكن اي ما بتيجي تضيف لازم تضيف في الاخر. عايز اضيف حاجة كمان لازم اضيفها في الاخر. كويس. ماذا لو ان انا عايز احذف؟ على خلاف الستاك اللي كنت بحذف فيه من الاخر، هنا في الكيو لازم احذف من الاول. يعني ما ينفعش احذف الاتنين او التلاتة الا لما احذف الواحد. ماذا لو ان انا عايز احذف 3؟ مش هينفع احذفها الا لما احذف الاتنين وبعد كده احذف التلاتة. كويس. فعشان كده في الستاك بيسموه لاست ان فيرست اوت، يعني اخر واحد بيخش هو اول واحد بيطلع. لكن الكيو بيسموه حاجه اسمها فيرست ان فيرست اوت، يعني اول واحد بيخش هو اول واحد بيطلع. اصلا كيو يعني طابور، فكأن عناصر مترتبه في طابور، فكأن ما حدش بيطلع الا بالترتيب بتاعه. كويس. في بقى حاجه ثالثه اسمها الهيب. الهيب ده هو مكان معين في الذاكره في الميموري. كويس. جافا سكريبت بيستخدمه عشان يخزن فيه الداتا اللي موجوده جوه الكود بتاعك. يعني مثلا لو انت عملت فاريبل، لو انت عملت اوبجكت، لو انت عملت اري، كويس، لازم جافا سكريبت يخزنه في مكان معين في الذاكره او في الميموري. كويس. المكان ده بنسميه الهيب. كويس. الهيب ده بقى بيتخزن فيه داتا من كل الاشكال ومن كل الانواع، علشان كده بيغلب عليه طابع ان هو مكان مش منظم. كويس. على خلاف الستاك والكيو اللي هما الداتا فيه مترتبه ومرصوصه بشكل منظم، والداتا فيه بتخش بطريقه وبتطلع بطريقه على حسب القواعد. يعني الستاك له قواعده، الكيو له قواعده، لكن الهيب ملوش قواعد. الهيب له منظم في طريقه ادخال وحذف البيانات منه، وله مرتب وله منظم في طريقه رص البيانات جوه. كويس. فده فرق الستاك عن الكيو عن الهيب. دلوقتي بقى عايزين نعرف الجافا سكريبت بيستخدم الستاك ده في ايه وازاي. كويس. جافا سكريبت بيستخدم الستاك بالقواعد بتاعته في انه ينفذ الاوامر او الفانكشنز اللي انت قايل له يعملها بالترتيب المنطقي بتاعها. كويس. احنا عارفين الستاك الحاجه بتنحط وما بتتشالش الا لما اللي فوقها يتشالوا الاول. كويس. بيطبق عليه القاعده اللي هو لاست ان فيرست اوت. كويس. بس هنبتدي هنا نفهم بمثال. الجافا سكريبت بيعمله انه طبعا هو عندنا هنا ملف عبارة عن 20 سطر. كويس. عندنا هنا فانكشن اولى والتانية والتالتة والرابعة هنا. كويس. جافا سكريبت بيلف عليهم واحدة واحدة، ما بينفذش البادي بتاعهم. يعني هو مثلا ما بيجي عند السطر رقم 1 بيعرف بس ان في هنا فانكشن اسمها send request وبتاخد الريكوست وخلاص، ما بينفذش البادي بتاعها. كويس. عند السطر رقم 6 بيعمل نفس الكلام، والسطر رقم 10 والسطر رقم 14 بيبتدي ينفذ الكود عند السطر رقم 19 لما انت قلت له هنا call او invoke الفانكشن مين. كويس. اول ما بيشوف ان انت عايز تنفذ الفانكشن مين بيقوم رايح حاططها في الكول ستاك. كويس. بعد كده بيروح على الفانكشن مين يلاقيك ان انت محتاج فانكشن تانية اسمها get posts، خلاص بيقوم حاططها جوه الكول ستاك. كويس. معنى كده عارف ده معناه ايه؟ ان مين عمرها ما هتنشال من الكول ستاك الا لما get posts تخلص. كويس. فاللي بيحصل ان هو بيروح على جيت بوستس يلاقي جيت بوستس بتستخدم فانكشن تانية اسمها send request، فهيقوم حاطط السند ريكوست على الكول ستاك. معنى كده ان جيت بوستس مش هتخلص او مش هتطلع من الكول ستاك الا لما send request تخلص. فهيروح هنا لما send request تخلص
هتتشال من على الكول ستاك. لما جيت بوستس تخلص هتقوم متشالة من على الكول ستاك. ولما جيت بوستس تخلص هنروح على السطر رقم 16، هنلاقي ان هنا فانكشن اسمها جيت يوزرز. جيت يوزر هنروح نبص عليها، هنلاقي انها بتستخدم فانكشن تانية اسمها send request، فهيقوم ضايفها على الكول ستاك. هيروح هنا لما send request تخلص هيقوم شايلها من على الستاك، وهيروح على جيت يوزرز. لما جيت يوزرز تخلص هيقوم شايلها من على الستاك. وبالتالي يبقى احنا كده وصلنا للسطر رقم 16 وتاني للسطر رقم 17، معنى كده ان الفانكشن مين خلصت، وبالتالي يقوم شايلها من على الستاك. يبقى خلاصة الموضوع ان جافا سكريبت لما بيحط فانكشن جوه الستاك مش بيشيلها الا لما الفانكشن كلها والفانكشنز اللي جواها كلها تخلص. بعد ما عرفنا ان الجافا سكريبت بيستخدم الكول ستاك في انه ينفوك او يكسكيوت الفانكشنز بالترتيب المنطقي اللي انت قايل له يعملها بيه. كويس. يعني مثلا لو انت عندك 3 فانكشنز، الفانكشن الاولى جواها فانكشن تانية جواها فانكشن تالتة، اللي الجافا سكريبت بيعملوا ايه؟ بيضيف الفانكشن الاولى جوه الكول ستاك، بيخش جواها يلاقي فانكشن تانية يقوم ضايفها جوه الكول ستاك فوق الفانكشن الاولى، بيخش جوه الفانكشن التانية يلاقي فانكشن تالتة يقوم ضايفها في الكول ستاك. اول ما الفانكشن التالتة تخلص يقوم شايلها من الكول ستاك. لما الفانكشن التالتة تخلص معناها ان الفانكشن التانية خلصت، وبالتالي يشيلها من فوق من جوه الكول ستاك. بعد كده لما الفانكشن التانية تخلص معناها ان التانية خلصت، وبالتالي يشيلها من فوق الستاك. وبعد كده الاولى خلصت يشيلها من فوق الستاك. يعني هو بيضيفها 1 2 3 ويحذفها 3 2 1. كويس. ده اللي احنا قلناه في المثال اللي فات. اللي عايزين نضرب بقى مثال اكثر تعقيدا، واللي هنحاول نقوله دلوقتي، ماذا لو ان انا عندي فانكشن اسمها وليكن مثلا اسمها كول مي. الفانكشن دي جواها بتعمل كول لنفسها. كويس. اللي بيحصل بقى ان مثلا جافا سكريبت لما بيجي يبص على الكود ده، كويس، بيلاقي ان انت مثلا عندك هنا فانكشن اسمها كول مي، بس هو ما بينفذش اللي جواها، هو بس بيعرف ان انت عندك فانكشن في الملف بتاعك اسمها كول مي، لكن ما بينفذهاش. بدايه الشغل اللي بجد عند سطر رقم 5 اللي هو لما بيعمل انفوك للفانكشن. كويس. الفكره بقى ان الشكل ده من اشكال الكود. كويس. لما تلاقي جوه البادي بتاع الفانكشن بتكول نفسها او بتنفوك نفسها تاني، ده بنسميه ريكيرجن. الريكيرجن اللي هو لما الفانكشن تندى على نفسها تاني. كويس. اللي بيحصل ان انت بقى عندك انفينيت لوب كده. انفينيت لوب بتبتدي مثلا ايه، فانكشن اسمها كول مي، تخش جواها تلاقيها عايزه كول مي، فتروح على كول مي تلاقيها عايزه التانية، تروح جواها تروح عايزه التالتة، وهكذا. فعايزين نشوف ده بقى الكلام ده بيحصل ازاي في ضوء الكول ستاك. مثلا جافا سكريبت لما بيوصل للسطر الخامس بيلاقي ان عندك هنا فانكشن، فبيقوم رايح حاططها جوه الكول ستاك. كويس. ومش هيشيلها من الكول ستاك الا لما تخلص. بس الفكره لما هو يروح جوه الكول مي اللي هي دي الفانكشن دي، لقى جواها كول مي تانية خلاص، فبيقوم حاططها جوه الكول ستاك زي ما حط دي، فيقوم حاططها جوه الكول ستاك. فبيروح على الفانكشن اللي هي كول مي يدور عليها في الملف بتاعك يلاقيها هنا. كويس. يخش جواها يلاقي ان انت عندك كول مي تانية خلاص، فيعمل معاها زي ما عمل مع دي، وقام راح حاططها جوه الكول ستاك. لاحظ انه مش هيشيل دي او دي الا لما اللي جوه دولت يخلصوا الاول. كويس. فيقوم حاطط الفانكشن اسمها كول مي، يدور في الملف بتاعك على الفانكشن اللي اسمها كول مي يلاقيها هنا، فيلاقي جواها كول مي تانية يقوم حاططها جوه الكول ستاك. والكلام ده يفضل يتكرر مرارا وتكرارا لحد ما الكول ستاك كله يتملي. لاحظ ان الكول ستاك ده مكان في الذاكره، فنظريا وعمليا الذاكره ممكن تتملي او ممكن يكون عليها ليميت مثلا. كويس. فاللي بيحصل بيجي لك الايرور المشهور جدا، لو انت لو خدت الكود ده كوبي بيست وجربته عندك هيجي لك الايرور المشهور جدا اللي هو ماكسيمم كول ستاك سايز اكسيد. الكول ستاك اتملى خلاص، السايز بتاعه اكسيد خلاص، ما عادش في مكان تاني جوه الكول ستاك. كويس. ومن هنا بقى جال اللي هو اسم الموقع المشهور اللي هو اي مبرمج عارفه، اللي هو ايه، ستاك اوفر فلو. حتى لو جيت تشوف اللوجو بتاعهم شكله عامل ازاي، شفت ده الكول ستاك اهو. كويس. ودي حاجه اسمها الستاك فريم، دي اسمها فريمز اللي هي دي، او دي فانكشنز، او ممكن تكون اي حاجه يعني. كويس. وده مصطلح الاوفر فلو، ده الكول ستاك اهو، وده الاوفر فلو. ان الستاك طبعا الستاك اوفر فلو ممكن، او الماكسيمم كول سايز اكسيدد، ممكن يحصل لاسباب عديده، لان اشهرهم حاجه اسمها الريكيرجن. دلوقتي بقى في بعض الحاجات في جافا سكريبت انت فاكرها تبع الجافا سكريبت، الا انها في الاصل والحقيقه مش تبعه اصلا. كويس. حاجات زي سيت تايم اوت. جافا سكريبت لوحده ما عندوش حاجه اسمها سيت تايم اوت. جافا سكريبت ما يعرفش يعني ايه سيت انترفال، دوم، اي حاجه اسمها دوكيمنت كويري سيلكتور، جيت الين باي اي دي، اي حاجه تبع الدوم. جافا سكريبت لوحده لو عزلته كده عن المتصفح ما يعرفش يعني ايه دوم اصلا.
كويس. حاجه زي فاتش، اللي منكم استخدم فاتش. فاتش دي اصلا كفانكشن هي مش تبع الجافا سكريبت اصلا في الاساس. حاجه زي ويب جي ال، ويب جي ال دي حاجه بتعمل بها انيميشن في البراوزر، نايس انيميشنز كده. في دي اصلا مش تبع البيور جافا سكريبت. كويس. فدي حاجه تخلي بالك منها. طبعا انا بمنشن عليها لان انا محتاجها بعدين، لان دي لها سلوك معين على خلاف النيتيف جافا سكريبت كود، على خلاف الجافا سكريبت الاصلي بيتصرف ازاي. حاجات زي سيت تايم اوت، سيت انترفال، وخصوصا فاتش ودام، كل الحاجات دي ليها سلوك معين، لانها في الاساس وفي الاصل مش تبع، او مش في الاصل بتاع جافا سكريبت اصلا. دي البراوزر هو اللي مديها لك جوه الجافا سكريبت. بعد ما عرفنا ان سيت تايم اوت وسيت انترفال وفاتش والدام ويب جي ال والاي بي ايز دي كلها مش تبع جافا سكريبت في الاساس، لان متصفح بيديها لك انت تستخدمها جوه الجافا سكريبت. كويس. انا هدي هنا مثال على سيت تايم اوت، لان نفس الكلام اللي يتطبق على سيت تايم اوت يطبق على بقيه الحاجات التانية اللي هي مش تبع جافا سكريبت، او بنسميها الويب اي بي اي. كويس. تمام. اول مره شفت انت فيها الكود ده هتيجي تقراه هتقول ايه؟ اول مره هتيجي انت تقراه تقول ثانيه واحده بعمل كونسول لوج فيرست، يبقى المفروض اشوف هنا في الكونسول فيرست. ثانيه واحده بعد كده سيت تايم اوت دي كأن انا بقول للجافا سكريبت ثانيه واحده بعد 1000 ملي ثانيه اعمل لي او نفذ اللي جوه الفانكشن دي اللي هو كونسول لوج سكند. كويس. وبعدها على طول اشوف ثيرد، يبقى انا المفروض اشوف فيرست، بعدها بثانيه اشوف سكند، بعدها على طول اشوف ثيرد. لان انت لما انت جيت جربتها هتلاقيك شفت فيرست، بعد كده شفت ثيرد، بعد كده قمت انت شايف ايه؟ سكند. فدي بتكون حاجه غير متوقعه خالص في اول مره انت شفت المثال ده، الا ان احنا هنحاول نفسر من وجهه نظرك ايه اللي بيحصل، والحقيقي ايه اللي بيحصل. جافا سكريبت بيلف سطر بسطر، بيلاقيك هنا فانكشن اسمها console دوت لوج، ما دي في الاول وفي الاخر ما هي الا فانكشن. كويس. هيقوم رايح حاططها في الكول ستاك، ولما تخلص يقوم شايلها. خلاص يبقى انا كده هحطها جوه الكول ستاك، خلصت هقوم شايلها من الكول ستاك. كويس. بعد كده هيروح على الفانكشن اللي هي set تايم اوت هيحطها، بس مش هيستنى، هيشيلها ويحطها في حته تانية، دي هنتكلم عليها ان شاء الله في السلايد الجايه. كويس. وبعد كده هيقوم رايح على السطر رقم 7، هيقوم رايح على console دوت لوج ثيرد، وهيحطها جوه الكول ستاك، واول ما تخلص يقوم شايلها. كويس. وبعد ثانيه او اكتر من حيث لا ندري هنلاقي ان console دوت لوج سكند ظهرت في الكول ستاك تاني، هينفذ الكلام ده ويقوم شايلها من الكول ستاك. ده هو بيتعامل مع الكلام ده، مع الكود ده بالشكل ده. انا عارف ان السلايد اللي فات دي ممكن تكون ملخفنا شويه، يعني احنا مش عارفين جافا سكريبت عمل ايه في سيت تايم اوت، ومش عارفين ازاي كونسول دوت لوج سكند ظهرت ازاي لوحدها في الكول ستاك، واحنا مش عارفين. فالمثال ده بقى يعتبر هيلخص كل اللي بيحصل في الجافا سكريبت في الاسynchronous اوبريشنز، والمثال ده مهم جدا. كويس. اول حاجه عندنا نفس المثال اللي في السلايد اللي فات، عندنا هنا الكونسول نفسه زي الكونسول اللي في البراوزر، وعندنا هنا الكول ستاك اللي احنا عارفينه الجافا سكريبت بيحط وبيشيل منه. كويس. وعندنا حاجه اسمها البراوزر اي بي اي زي سيت تايم اوت، زي سيت انترفال، زي دام كده هنحطها هنا برضك. وعندنا حاجه اسمها الكيو، قلنا الكيو زيه زي الطابور، بتحط من الاخر وبتشيل من الاول، ما ينفعش تشيل من الاخر. كويس. وعندنا هنا حاجه مهمه جدا 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 اسمها الايفنت لوب. كويس. هو اللوب كده اسمه ايفنت لوب. تعالى بقى نلف بالمثال ونشرح ايه اللي بيحصل واحده واحده. خلي بالك احنا هنفصل بالتفصيل الممل ايه اللي بيحصل. كويس. ثانيه واحده، انا جافا سكريبت اهو، هلف على السطر الاول، ثانيه واحده لقيت في هنا فانكشن اسمها لوج، دي اصلا تبع الكود الاصلي بتاع جافا سكريبت فهينفذها. هيقوم رايح حاطط فيرست دي اللي هي الكونسول لوج فيرست جوه الكول ستاك. كويس. ولما اول ما يحطها جوه الكول ستاك هينفذها، هتشوف هنا عندك في الكونسول فيرست. لما الفانكشن دي خلصت اللي هي المفروض تعمله، هيقوم شايلها من الكول ستاك ويروح على السطر اللي بعده. هيلاقي هنا ان في فانكشن اسمها set تايم اوت، هيقوم حاططها جوه الكول ستاك. انت ممكن يتهيألك ان جافا سكريبت ذات نفسه هو اللي هيستنى ثانيه وبعد ثانيه ينفذ الكلام اللي في النص ده، لان اللي بيحصل قلنا set تايم اوت ده كود مش تبع الجافا سكريبت اصلا، امال تبع مين؟ تبع البراوزر. هيقوم رايح عامل ايه بقى؟ هيقول للبراوزر اعمل لي تايمر عندك، الكروم او فايرفوكس، هقول له اعمل لي تايمر عندك كمان 1000 ملي ثانيه، اعمل لي اكسكيوشن او انفوك او نفذ لي الكول باك دي، الكول باك اللي هي الفانكشن دي، فانكشن انت بتديها ل set تايم اوت. كويس.
خلاص جافا سكريبت مش هو اللي بيستنى 1000 ملي ثانيه. جافا سكريبت اللي بيعمله ان هو بيقول للمتصفح او البراوزر او نود انت اللي استنى 1000 ثانيه، لكن انا مش هستنى. خلاص جافا سكريبت خلاص نفذ اللي هو عايزه كويس، هيقوم شايلها من على الكول ستاك. بعد كده هيروح على السطر رقم 7، هيلاقي فيه هنا console log third، هينفذ اللي هي المطلوب منها اللي هو console log third، واول ما تخلص يقوم شايلها من الكول ستاك كويس. وبعد كده بقى من حيث لا ندري بقى في البراوزر اي بي اي، لما الالف ملي ثانيه او الثانيه دي تعدي، البراوزر هيقوم رايح حاطط هيقوم رايح شايلها من عنده وحاططها جوه حاجه اسمها الكيو هيقوم رايح حاططها كده كويس. في بقى حاجه هنا اسمها الايفنت لوب. الايفنت لوب ده بيعمل حاجه واحده هقولها في جمله واحده، اللي هو ايه؟ اي ما الكول ستاك يبقى فاضي مفيهوش اي حاجه، والكول باك كيو في حاجه فوق، بيروح ياخد اول حاجه في الكول باك كيو ويحطها جوه الكول ستاك. اللي هو في المثال بتاعنا هنا ايه؟ اللي هي الكول باك اللي هي الفانكشن دي. فبيروح الايفنت لوب لقى ان الكول ستاك فاضي، ولقى ان الكيو فيه هنا حاجه موجوده في اول الكيو، يقوم رايح واخدها شايلها من الكيو وحاططها جوه الكول ستاك. جوه الكول ستاك الفانكشن اللي هي اسمها كول باك دي، يقوم رايح فاتحها ويبص جواها لقى ان في فانكشن تانية اسمها console.log كويس. هيقوم رايح منفذ اللي جواها ويعمل لوج لسكند، ولما تخلص يقوم شايلها، وبالتالي الكول باك دي خلاص خلصت، يقوم شايلها من الكول ستاك، ويبقى كده البرنامج بتاعك خلاص كويس. دي اللفه الكامله بالتفصيل الممل في ايه اللي بيحصل. التركايه كلها بتيجي عند سيت تايم اوت. سيت تايم اوت مش جافا سكريبت هو اللي بيستنى ال1000 ملي ثانيه. جافا سكريبت كل اللي بيعمله انه بيقول للمتصفح روح انت استنى 1000 ملي ثانيه، انا مش هستنى. انا كل اللي انا هعمله ان انا هظبط تايمر عندك، ولما التايمر يخلص حط لي الكول باك دي جوه الكيو. والايفنت لوب اول ما يلاقي ان الكول ستاك فاضي، عمر ما الايفنت لوب هيقاطع الكول ستاك، عمره. الايفنت لوب اللي هو ده مش هياخد حاجه من الكول باك كيو الا لما الكول ستاك يبقى فاضي. اول ما الكول ستاك بقى فاضي وفي حاجه جوه الكيو، هقوم رايح واخدها وحاططها جوه الايه؟ الكول ستاك. وجات هنا اللي هي ايه؟ المثال التاني اللي كونسول لوج سكند كويس. وده سر الترتيب المنطقي. طبعا نفس الكلام زي ما قلت، ودي مهمه جدا، الكلام يتطبق على set تايم اوت، يتطبق على set انترفال، يتطبق على فاتش، يتطبق على ضام زي ما بتعمل اد ايفنت ليسنر كليك. الايفنت ليسنر او الفانكشن ما بتتحطش هنا جوه الكول ستاك، بتتحط جوه البراوزر. ولما اليوزر يعمل كليك على بوتن، البراوزر بيروح حاططها في الكول باك كيو، والكول باك كيو اول ما يخلص، اول ما يلاقي ان الكول ستاك فاضي، يقوم رايح حاططها جوه الكول ستاك، والكول ستاك يبتدي يشوف الفانكشن دي المفروض تعمل ايه.